السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا مباراة جميلة جدا من بطولة تشيز دوت كوم اوبن. ايه بطولة تشيز دوت كوم اوبن؟ دي بطولة عادية على تشيز دوت كوم، بيبقى اللي بيتأهل ليها أول تلاتة فيهم، أول تلاتة على البطولة كلهم هيتأهلوا على طول بيو لكأس العالم للرياضيات الإلكترونية. احنا دلوقتي في دور 16 وماجنس ضد فينسنت كايما. احنا هنجيب مباراة واحدة ونقول لكم نتيجة المباراتين اللي بعديهم. تمام تمام. يلا بينا. احنا دلوقتي في الموقف ده كل حاجة متماسك، بيدا قدام بيدا، بيدا قدام بيدا، بيدا قدام بيدا، نهاية تعادلية في الموقف ده. اونلي موف من فينسنت كايمر يلعبها ان هو يجي على العمود. ليه يا عم؟ طب ليه اشمعنى ده؟ يعني خليه لعب دي او لعب دي. الفكرة ان انا اللي باخد العمود. يا عم هو ايه اهمية العمود؟ ايه لازمة العمود؟ هقول لك حاجة. تلعب كينج، هلعب روك. انت حامل البيدا ده، هاخد البيدا ده، هتدفع اخد البيدا ده ومعايا بيدا سالك وفي بيدا خطير هنا. لو سقط هذا البيدا خلاص انا فزت. اوكي. وهو هيسقط او هيسقط هذا البيدا، فهو لعب الاونلي موف وجه على العمود. ماجنس هنا لعب كينج. كينج يا عم ده هيجي هنا وطالب بيدا وطالب بيدا. يلعب اي فوق. يا عم ده هياكل البيدا، اروح واخد العمود واجي واخد نفس الافكار والبيدا السالك. تمام. فلعب كينج. قال له انا هتقدم بالكينج هنا، عايز العب اتش 4 اتش 5 كده وتاكل واجيب وك واكل. اوكي والدنيا في اللذيذ. قال له كينج هنا منتظرك. قال له اتش 4. قال له ممكن البيدا. قال له اتش اتش 5 بمنع جي 5. لو لعبت جي 5 هاكل بالمو. طب يا عم انت سايب بيدا نفس الفكرة. اوكي تمام. وحل له يا عم اي 5. قال له اي 4 لو عايز تيجي عشان البيدا تسيب لي العمود. اوكي تمام. ممكن البيدا بكش. قال له لا دي مش هسيبهولك حميد. ممكن هنا ممكن اجي واركب البيدا، ممكن اركب البيدا من هنا، لكن مش هسيب لك العمود دلوقتي. قال له جي 4 انت ما تقدرش تيجي وتراقب البيدا عشان وكها هنا. تمام. وعايز جي 5. جي 5 ولو اكلت يعني مثلا وكها هنا اتلعبت جي وك. طب انا لعبت جي 5 عادي جدا. هيجي هنا يا دوبك احمي. اوكي لو جيت هنا طبعا لو اكلت بكش هاجي بتيمبو. تيجي هنا اكل ده بكش. يا عم ده باكل هنا ويا عم بدا سالك. ما انا باكل ده بكش عندي بدا سالك. تيجي كينج هنا كينج هنا. تيجي حامل بيدا عندي بيدا سالك. طب يا عم هاجي طالب ده عندي بيداين سالكين وهاجي اراقب البيدا. تمام. هلعب هوك هنا لسه ما جابش فكرة الجي 5. فكها هنا ممكن اديك كش اروح مراقب البيدا، لكن مش هسيب لك العمود. العمود ده خطر. قال له جي 5 عشان لما تاكل وك طالب هذا البيدا. تمام يا عم خد كش. قال له ممكن الوك تبعك هاكل البيدا. ونقل اكلة البيدا كانت ميستك. ميستك مين يا عم؟ ما انا بيدا ببيدا اهو تبادل البيدا ومين انا طالب البيدا ده. يا عم هي ده اللي عامل عليها مشكلة، هحمل بالملك. نهار اسود تحمل بالملك. وكا هنا يا باشا. وكا هنا هي دي ليه الاونلي موفي يا عم؟ ليه اي نقلة غيرها تعادل او خسارة؟ وكا هنا الفكرة ان انت لو لعبت اي نقلة زي وكا هنا ملهاش اي لازمة. وكا هنا مش نقلة خطيرة ونقلة انتظاري عادي. بديك بريليانت موف ووك تكسي دي 6. اوف. طب لو اكلت ادفع البيضة والكوين جاي ما بتلحقوش. مش حابب تلحقه. اوكي الان تهديدي ووك تكس. قال له انا طالب البيضة تبعك السالك. قال له خد بريليانت موف ووك تكس دي 6 ولو اكلت بيضة سالك ما بيتلحقش. تمام. قال له كش. قال له كينج. قال له كش. قال له كينج. خلاص كش كينج. والبيضة عايز تاكله.
اديك كش واكل هذا البيضة واجيب كوين. تمام. قال له اوكي هنا ممكن البيضة بكش. قال له كش. ادفع البيضة. قال له بكش. قال له كينج وانسحب. يا عم انسحب ليه يا عم؟ ده معاه بيضة سالك يا عم. يجي هنا اكل بيضة يا عم. يجي واو كوين وكوين. قال له ما انا هجيب كوين. تمام. طب انا هدفع كوين بتشيك وهتاخد هتبلع المات. يعني مثلا هو اصلا المكان الفاضي هنا اقول مثلا تشيك ميت اهي. بس فانسحب فينسنت كايما. خلينا نشوف النتائج. مين اللي في نصف النهائي، مين اللي في ربع النهائي، وهكذا. تمام. ماجنس كارلسن لعب مع فينسنت كايما. اللي احنا شفناها دي كانت المباراة الأولى. ماجنس فاز. تعادل تاني مباراة. تالت مباراة فاز ماجنس. تمام. دينيس ليزافيك دينيس لعب نودر بيك وفاز على نودر بيك. اوكي. دودا لاعب سينا وفاز على سينا. نيهال سامن فاز على دانيال دوبوف. تمام. كده ايه؟ كده معناها دي ربع النهائي. اعتقد ربع النهائي صح. بس ثانية. لا نصف النهائي معلش. نصف النهائي. ماجنس كارلسن ضد ليزافيك دينيس ودودا ضد نيهال سامن. اوكي. طب ايه نظام البطولة دي؟ ماجنس خليه فاز يا عم بالبطولة يا عم كما هو متوقع. هل كده خلاص فاز؟ لا. لسه ايه يا عم؟ لسه في حاجة اسمها اللوزر براكت. كل اللي خسروا هيلعبوا بعضيهم في اللوزر براكت. يطلع منهم واحد يلعب ماجنس. طب اللوزر براكت مين هيلعب فيها؟ راوند 2 هيلعب دوبوف وبرانش. وسينا هيلاعب يو يانجي. نودربيك هيلاعب نيبو. مباراة قوية جدا وانا بحب نيبو. اتمنى وبحب نودربيك. مش عارف نفسي مين يكسب. فينسنت كايما هيلاعب ماكسيم لاجراف. الى هنا تنتهي الحلقة. اسف ده الدور اللي انا قلته ده كان في ربع النهائي. اللي فات قبليه كان نصف النهائي. فده نصف النهائي اللي هيتلعب. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.